السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بطلب من الجزائر، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية رويترز والمعلومات الفلسطينية. فقد ناقش الاجتماع خطر التهجير القسري للفلسطينيين، حيث رسم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث صورة قاتمة للوضع الإنساني في القطاع بسبب انتشار الجوع والدمار وتكدس المهاجرين في مناطق محددة وغير آمنة، ضاربا مثالا برفح التي كانت تأوي أكثر من 240 ألف مواطن. جاء ذلك عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدت بناء على طلب من دولة الجزائر لمناقشة تنفيذ القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وممرات إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية. وحسب ما أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير عمار بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير بأن ما يحدث في غزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، ولا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع الصهيونية، لأن ذلك الصمت هنا يعد تواطؤا ومشاركة في هذه الجرائم الإنسانية. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.